مرحبا بكم متابعين قناة مطرقة. بهذا الفيديو نتكلم عن قصة مرعب جدا. يقول صاحب القصة: اليوم جئت لأحكي لكم تجربة مررت بها. انتقلت جارة جديدة إلى عمارتنا، وقد اختارت الشقة التي فوقنا لأنها كانت فارغة. التقيت بها وأنا عائدة من المدرسة. في اليوم الأول الذي أتت به كانت في مخرج العمارة، وتوجه مجموعة من العمال لنقل أثاثها. لقد كانت كبيرة في السن قليلا، فقد كان لديها عدد معتبر من التجاعيد. ألقيت عليها السلام عندما رأيتها، لكنها لم تجبني. ألقيت عليها السلام مرة أخرى، لكنها لم تجبني أيضا، بل ونظرت بحدة إلي وكأنني فعلت شيئا. فاستغربت من تصرفها هذا، وأكملت طريقي منكسة راسي، وأشعر بالإحراج كأنها أنبتني بنظرتها. في الحقيقة منذ أن أتت هذه الجارة بدأت الأحداث الغريبة. فبعد أيام من انتقالها سهرت لوقت متأخر لأني كنت أراجع للامتحانات، فكنت متعبة جدا وكنت سأغفو على المكتب. لكن فجأة أيقظني صوت يشبه تكسر الزجاج، وبعدها عدة أصوات وكأن أشخاصا يتشاجرون وأناسا يركضون في الشقة. في البداية لم أعر الأمر اهتماما لأني كنت متعبة، لكن في الصباح فكرت جيدا وقلت أن تلك المرأة تقطن وحدها. هل أحدثت كل هذه الضجة بمفردها؟ وفي اليوم التالي أيضا حدث نفس الشيء، وسمعت أصوات صراخ، ولكن أهلي لم يستيقظوا. وعندما سألتهم في الصباح نفوا سماعهم ما سمعت، وقالوا أني أتوهم فقط. فقلت كيف والأمر يتكرر يوميا؟ فقالوا أنني متعبة بسبب سهري لوقت متأخر، سالت الجيران أيضا، وسالت صديقتي وأهلها فهم معها في نفس الطابق، لكن أجابوا أنهم لم يسمعوا شيئا. فقلت لنفسي هل حقا أنا أهلوس؟ أصبح الأمر دائما يتكرر في الليل من شقتها، ورغم أن تلك المرأة لم تكن تخرج كثيرا، لكني التقيت بها في يوم من الأيام على الدرج ووجهها تملأه الجروح. لقد صدمت وتساءلت عما حدث لها هذا، وربما هذا يفسر الضجيج الذي كنت أسمعه. اشتد علي الفضول كثيرا وأردت أن أعرف ما الذي يحدث لها. كنت ذاهبة لصديقتي التي تقابل شقتها، فشممت رائحة دخان فظيعة تأتي من منزل تلك المرأة، حتى أنني كدت أختنق. ظننت أن منزلها يحترق أو شيء من هذا القبيل، وذهبت لأطرق عليها، ويا ليتني لم أفعل. كنت أفكر أنه ماذا لو هناك فعلا حريق؟ سأكون مذنبة أن لم أساعدها. لكن ما هذا؟ لقد خرجت لي في وقت قصير وعيناها مليئتان بالكحل، واستطعت أن أرى جدران بيتها التي كانت مليئة بكتابة غريبة وغير مفهومة، والأرض مملوءة بالرسومات الغريبة كنجوم ودوائر كبيرة سوداء. وبدأت الجارة بالصراخ علي: ابتعدي من هنا، اذهبي وإياك، وأن تطرقي باب شقتي مرة أخرى. لم أستطع أن أنطق حرفا واحدا، وعدت للمنزل باكية وفي أوج غضبي، وما زاده تكتمي عن الأمر كالحمقى. تساءلت لماذا دائما تعاملني بهذه الطريقة، ولم هي مرعبة هكذا؟ ولكن يبدو أن ما كان ينتظرني أصعب من هذا. ففي الغد ذهبت عائلتي لزفاف ابنة عمي، ولكني لم أستطع الذهاب، فبقيت وحيدة في المنزل. فنظفته وأردت أن أطبخ، لكن كانت المكونات ناقصة، فاضطررت للذهاب لشرائها بسرعة. عندما عدت وأنا أصعد سلالم العمارة انقطعت الكهرباء، ولم أعرف في أي طابق أنا، فالظلام يحل مبكرا في ذاك الوقت. ثم لمحت ضوءا برتقاليا خافتا في الطابق الذي كنت فيه، فاشتد الضوء وبدأت تصدر تلك الأصوات الغريبة التي أخبرتكم عنها في أول القصة، بل ورأيت ظلالا سوداء عجيبة متحركة. فاستطعت أن أرى رقم الباب لاشتداد وهج الضوء، حتى أدركت أنني بجانب شقة تلك الجارة الغريبة. فبدأت أتحسر على حظي التعس. لقد أتيت لهنا بقدمي. كنت سأهرب نازلة السلالم بسرعة، لكنها أغلقت الطريق، وما أن نظرت لوجهها حتى أراه خاليا من تلك الخدوش والتجاعيد، ولقد بدت أجمل وأصغر سنا. عد عينيها المخيفتان. لقد كانت تنظر إلي بحقد شديد، وأمسكت ذراعي فشعرت بألم شديد، كأنني احترق قائلة في نفسي
ما الذي تريده مني؟ ما الذي فعلته لها؟ لقد خفت كثيرا، خاصة مع ذاك الجو المرعب والخانق حولها، وبدأت أقول: ما الذي أقحمت نفسي فيه؟ بدأت بقراءة القرآن بصوت عالي مغمضة عيناي بشدة، لكن ما أن فتحتهما حتى لم أجد شيئا. لقد اختفى كل شيء. ما هذا؟ هل تخيلت ما حدث للتو؟ للأسف لم أخبر أحدا عما حدث خوفا من ألا يصدقوني مثل ما حدث أول مرة، وظللت أتذكر ذلك الموقف وجسدي يقشعر. بعد عدة أيام أتت الشرطة لمنزلها، وأحدث الجيران ضجة عارمة، وانتشرت شائعات تقول أنها مشعوذة، وقالوا أنهم وجدوا في منزلها سحرا وطلاسم. فأدركت أن الكلمات الغريبة التي رايتها في بيتها لا أدري من أبلغ الشرطة عنها، لكنهم لم يجدوها في المنزل. لقد حمدت الله لرحيلها، وأحسست بالراحة والطمأنينة، لكن فقط المرور من جانب ذاك البيت يجعلني أتذكر تلك الصورة البشعة التي بقيت تجول في مخيلتي منذ ذلك اليوم. إلى هنا انتهت قصتنا. انتظرونا بفيديو جديد.